السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. ويا رب أشوفكم كده من الموجودين في الكليات العسكرية شرطة وحربية بإذن الله. طبعا أنا كنت موعدكم إن أنا أتكلم معاكم يعني وأجاوب على الأسئلة بتاعتكم أنتوا. الأسئلة دي خاصة بالقناة بتاعتي على اليوتيوب. تمام، في ناس بتسألني كتير طبعا أعمل كده عائلي إزاي، وفي ناس كتير بتكلمني عن طبعا نضارة ومش نضارة والحاجات دي كلها. تمام، يعني هل ينفع أقدم بنضارة ولا لأ؟ فأنا طبعا هفتح الكومنتات دلوقتي تمام الخاصة بالقناة بتاعتي، وهرد على كل الناس زي ما وعدتكم او زي ما كلمتكم في الفيديو قبل كده. برضو رديت على كل الاسئله بخصوص الناس اللي هي حابه تقدم. فالفيديو بتاع النهارده هشرح لك فيه الاجابه بتاعت السؤال بتاعك. فاتمنى كله يتفرج على الفيديو للاخر، عشان طبعا الفيديو ده كله كل اللي عنده سؤال بمعنى صح ساله ليا، فانت لازم تستفاد منه. ماشي يا رجاله؟ طيب بس قبل ما نتكلم عن الفيديو بتاع النهارده، لو انت مش مشترك في القناه يا حبيب اخوك اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير. عايزين نوصل 10000 مشترك خلال الفتره اللي احنا فيها دي. تمام يا رجاله؟ محتاج منكم الدعم عشان الواحد يعرف يكمل في المشوار باذن الله. تمام، انتظروني. هسال انا دلوقتي هجاوب على كل الاسئله بتاعتكم انتوا. تمام يا رجاله؟ ورجعت لكم تاني يا احلى اخوات في الدنيا. يلا بقى يا صاحبي، لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزين نوصل 10000 مشترك. بص يا حبيبي، هنتكلم دلوقتي عن التعليقات بتاعت الناس ونشوف ايه الاسئله المهمه اللي بتجيلي في الفتره دي. تمام. لو انا تاني سنه اقدم لازم اكون ناجح في سنه اولى كليه؟ لا عادي مش مشكله، بس يكون معاك اثبات انك انت في الكليه بس مش اكتر. تجيب اثبات من الكليه انك انت موجود في الكليه. ماشي. انا وزني 93 وطولي 173، مش عارف اعمل ايه والوقت ضيق. لا يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها وقت ضيق. قدم متاخر، قدم متاخر بحيث يجيلك الطول والوزن متاخر شويه، تكون انت خسيت شويه. تمام. يعني انت اللي محتاج تخسهم، يعني المفروض ان هم 10 كيلو ده الطبيعي بتاعك، يعني عشان يبقى في زياده 10 كيلو وفي نقص 10 كيلو. فانت اقل حاجه لازم تنزل 10 كيلو من وزنك. تمام، يعني توصل اقل حاجه 83. لو وصلت 80 يبقى انت كده زي العسل. تمام. فانت ما تقدمش دلوقتي، قدم متاخر. تمام، بحيث المقاس والقوام يجيلك متاخر. تمام، وتكون انت عالجت المشكله دي. طارق بيه رد عليا يا حبيبي، عينيا ليك. انا هقدم السنه دي وجوز اختي دخل الامن الوطني كتحقيق وطلع ما كملش 24 ساعه، هل ده يأثر عليا؟ هو دخل ايه؟ طيب امن وطني سياسه ولا ايه بالظبط؟ بص، ايا كانت الدخل امن وطني يبقى هو كده ليه ملف في امن الوطني. الا بقى لو هو قال لك ان هو ملوش ملف او اي حاجه، او دخل 24 ساعه تحقيق اولي ومشي. بس خوفي ممكن يكون في شيء تاني، يعني ممكن يكون في مشكله تاني ممكن محدش فيكم يعرفها. تمام، ممكن امن الدوله متشابه في اسامي، لو في تشابه اسامي خلاص مفيش مشكله، ما كأن مفيش حاجه حصلت. حبيبي يا غالي، يا حبيبي يا عمر بيه، تسلم حبيبي. انا اول مره اقدم بسنه ثانويه عامه 2023. ايه الورق اللي اخده معايا غير اللي في الفيديو؟ مع العلم انا الكليه بتاعتي في اسوان وانا من بنها. بص يا حبيبي، انت دلوقتي اول مره تقدم او خريج 2023 ثانويه عامه. طيب التقديم بتاعك هو كده كده فتح، هتاخد معاك يا حبيبي شهاده ثانويه عامه والورقه اللي انت طبعتها على الموقع. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية هتاخد معاك الصور بتاعتك الشخصيه، وهتاخد معاك بيانات الاقارب، الاعمام والاخوال والجدين. تمام، والعمات والخالات. ماشي يا حبيبي، هتاخدهم معاك. ماشي. وهتاخد معاك برضو رسوم الملف. وفي الكشف الطبي دكتور الجراحة بيكشف على الغرز اللي في الرجل ولا دكتور الجلدية؟ لا، دكتور الجلدية. دكتور الجلدية هو اللي هيكشف عليك. الجراحة بالظبط زي ما قالك عمرو. تمام. الأعضاء التناسلية فعلا. بالظبط كلام عمرو مظبوط. يا غالي، هو الملفين مختلفين عن بعض ومنين اجيبهم؟ ما انت لما تروح تسحب الملف هو اللي يديك الملفين بقى. انت هتروح تسحب الملف يا حبيبي، هيديك ملفين. تمام. بس ملف فيه الوثيقة بتاعت التعارف، وملف تاني هترسل فيه البيانات اللي هي القيد العائلي والأوراق بتاعتك. أنا خريج ليسانس حقوق 2023، معايا تقديم من 21/7 بالظبط يا حبيبي. يعني أنت خلاص قدامك، هيكفي اليوم 12/8 إن شاء الله. تنسيق 2023 ليها نفس تنسيق السنة دي. أنا جايب مجموع أقل من الحربية السنة دي، بس سنة 2023 جاب المجموع. لا، أنت هتقدم بالمجموع بتاع السنة دي يا حبيبي. هتقدم بالمجموع بتاع السنة دي. يعني لو انت السنة في 2022 2023 كنت جايب 70% وقدمت حربية، تمام ماشي. لكن السنة دي لو حربية مثلا من 75%، فانت مش هتعرف تقدم. واخد بالك؟ هتقدم بتنسيق السنة دي، مش هينفع تقدم بتنسيق السنة اللي فاتت. وقسم الجواز جدي كمبيوتر الأصلية هي من تقديم بكمبيوتر. تمام. بس الأصلية اللي هي الورقة الكبيرة دي مش دي اسمها ورقية، دي مش بيعتمدوا بيها عشان تستخرج كده عائلي.
مش هي بيعتمدوا قسيمة الزواج الورقية، لازم تجيب الشهادة أصلية، هتروح السجل المدني هيطبعها لك أصلية. القدرات النجاح من كام درجة؟ لا مفيش درجات يا حبيبي، ده بيعتمد على مؤهلات الوالدين والتقدير بتاع الكلية أو بتاعك أنت. تمام. وفي نفس الوقت برضو بيكون في تحريات أولية. تمام. بس مش معنى كده يبقى أنت تسيب الأسئلة فاضي، لا حل الأسئلة بتاعتك كلها. السلام عليكم. طب لو أنا جدي كان واخد حكم نهائي في قضية، هل ده يأثر عليا ولا ايه؟ ولو هيأثر عليا ايه المفروض ابدأ اعمله؟ تمام. من دلوقتي. وبرضه في حاجة، انا جدي قاعد في البلد طول عمره واحنا في القاهرة ومش بنتقابل، ارجو الرد من فضلك. طيب دي يا حبيبي على حسب نوع القضية، سياسية، امن وطني، امن عام، حاجات زي كده بتبقى مخلة بالشرف، سرقة، حاجات دي. تمام. اختلاس اموال عامة، فالحاجات دي بتبقى صعبة. اما اي قضية تاني من الحاجات اللي احنا عارفينها كده وقضية الشغب والحاجات دي، فده مش هيأثر عليك ان شاء الله يا حبيبي، متقلقش من اي حاجة. وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا غالي. حبيبي يا حبيبي، الله يبارك لك. عايزين الفيديو تكملة استخراج كده عليهم شكل التعذر. تمام. انا نزلت الفيديو يا حبيبي، انا الفيديو موجود عندك. تمام. الفيديو موجود فوق اهو، كيفية الاستخراج كده عليه لكلية الشرطة والكلية الحربية. تمام. لو سمحت انا دفعة 2023، هقدم على تنسيق السنة اللي فاتت ولا السنة دي؟ السنة دي يا حبيبي، السنة دي. طب انا خريج حقوق السنة دي بس عايز اشتغل في المجال اللي بحبه، يبقى متخصصين حربية يا حبيبي، يبقى تقدم متخصصين حربية، ودي احيانا بيحتاجوا دبلومة او ماجستير او دكتوراه. تمام. كل ما كانت الدرجة العلمية اعلى، كل ما طبعا الترجات تبقى اعلى، واخد بالك. ودي هتكلم عليها في فيديو تاني ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك حبيبي، ربنا يعزك. الملفات دي بجيبها من فين او منين؟ دي هتجيبها لما تروح تسحب الملف من الكليه الحربيه او كليه الشرطه. لو انت هتقدم حربيه، اول يوم سحب الملف هيديك الملفات دي. تمام. طيب لو جوز خالتي اخوه اخواني، هل ده هيأثر عليا ولا اعمل ايه؟ اكتبه عادي ولا لا؟ لا، هو انت مش هتكتب انت مش هتكتب اخوه جوز خالتك، لا انت هتكتب جوز خالتك، واخد بالك. وهتبقى التحريات على جوز خالتك بس. بس طبعا دي هتأثر عشان ابقى صريح معاك، لان ده اخوه. هما اي نعم مش هيعمل تحريات عن اخوه، بس اول ما يعمل تحريات عن جوز خالتك هيحصلوا اخوه، واخد بالك. انا هيشوفوا اخوه معاه، فممكن تبقى مشكلة يعني. عليه الصلاة والسلام. اعملوا كده، اعملوا كله في فيديو واحد. ايه اصعب كشف تمر بيه؟ اتكلمت عليه وهتكلم تاني عليه، متقلقش من اي حاجة. لو تقاعس بنسبة بسيطة في واسطة، في واسطة، متقلقش يعني. شوف حد انت كده ان شاء الله يعديها لك. آه، انا انا بيني وبين ولاد عمي مشاكل، عاوز اجدد في كليه حربيه ومش عارف اجيب البطاقه، هعمل ايه؟ هتروح السجل المدني يا حبيبي، هتجيب شهاده الميلاد بتاعتهم، مفيش اي مشكله. خد اسم ابن عمك واسم الحاجه بتاعته اللي هي والدته يعني، هتروح السجل المدني وتقول له انا عايز استخرج شهاده الميلاد، مفيش مشكله. لو في تفتحات في كتفي بسبب الزياده والنقصان في الوزن وعدم الانتظام في الجيم، وكنت واقف 4 غرز في الركبه مش باينه خالص، وهعمل ليزر، هتعدي يا حبيبي، متقلقش من اي حاجه ان شاء الله، اعملها الليزر وهتعدي. انا لو عمي كان في سرقة وكان متهم وطلع منها براءة، مش هتقبل؟ والنبي رد بسرعة. على حسب يعني، السرقة طبعا مش حلوة يعني، تمام، بس طلع براءة خلاص يعني الموضوع منتهي. مرتب الملازم حد ادنى في حدود كام؟ يا عم سيب على الله، بس تقابل وسيب على الله، هيبقى في حدود 8 كده ولا 7 ان شاء الله يعني. هل الغرز اللي بكتبها دكتور الجلدية ولا دكتور جراحة؟ ده الجلدية، دي دكتور الجلدية. ازاي اعرف عندي التصاق في خدين؟ ما هو طبيعي اي حد لما بيضم رجله لبعض. لا ماشي، وكلامك صح، بس الفخدين فوق مش تحت، انت هتضم تحت، فوق ما يكونش في التصاق جامد. انا هتكلم عن الحته ديت في فيديو لحاله، هي وعيادة العظام عشان فيها مشاكل. تمام. وفي نفس الوقت هوريك الصور للتلاصق. لو سمحت، يعني ايه النضاره ليها شروط معينه؟ يعني بمعنى صح انت نظرك ضعيف، تمام، هتقدم عادي مفيش مشكله، ولكن النضاره ما يكونش فيها الماينس بتاعها، او بمعنى صح انت عينك السالب بتاعها او الضعف بتاعك ما يعديش 2، ماينس 2 في كل عين، واخد بالك. لازم يكون 1.5، 1.75 كده. بارك الله فيك يا غالي حبيبي. عاوزين فيديو فيه كل التفاصيل عن الطب العسكري ومميزاته والمرتبات والحوافز قبل وبعد التخرج، والفرق بينه وبين الطب المدني. محدش عمل فيديو بالتفاصيل دي على اليوتيوب، اعمل كده وان شاء الله حاجة فايدة كبيرة. خلاص تمام يا حبيبي، انا هتكلم عن الطب العسكري مفيش اي مشكلة. لو سمحت، انا عندي ابن عمتي مسجل وبيقضي فترة العقوبة، هل ده يأثر في العقوبة او في القبول؟ وشكرا مقدما.
هو ابن عمتك كده كده هيتكتب، يعني انت ابن عمتك كده هيتكتب درجة رابعة، ف يعني ممكن تحصل مشكلة فعلا. اللي هيتكتب في الملف ده هتيجي تحريات عليه بصراحة. بس ربنا يكرمك ان شاء الله هتعدي باذن الله. حاول تدعي ربنا وان شاء الله تعدي باذن الله. لو سمحت انا عندي تمام جود. انا عامل عمليه ومركب مسامير، هل اعفاء من الجيش؟ اعفاء من الجيش ان شاء الله. رقمي انا سابه في البايو. مصاريف كليه الشرطه هي نفس مبلغ كل سنه دراسيه لو جمعت، ممكن تزيد ممكن تنقص. تمام. انا خلصت اختبارات واخر اختبار للياقه كده. تمام بالتوفيق ان شاء الله يا حبيبي. ابني قدم شرطه السنه اللي فاتت، ينفع يقدم السنه دي شرطه او جيش؟ ده هو دخل ثالثه جامعه. اهم شيء يكون خريج 23 او 24 بس كده. يا رجال انا عشان تعبت فانا رديت على كومنتات لمدة اسبوعين، فلو في اي حاجة عندك كلمني في اي وقت، سيب لي كومنت على اي فيديو وانا هرد عليك على طول.